والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو التاني لو في أصوات في العجلة إزاي أحلها. والنهاردة هنتكلم عن لو الصوت جاي من السيستيم أو الكاسيت اللي هو بتاع السرعات، اللي هو طقم التروس الخلفي. لو الصوت جاي منه هنحلها إزاي، ولا هنعمل المشكلة دي إزاي؟ بص، هو أول حاجة إحنا هنحتاجها معانا هي اللقمة ديت اللي بتفك الترس ديت لازم تجيبها من عند اي عجلات البير ولا كده عندك في المنطقه، لو هو مش عنده بتساله اجيبها منين. لازما دي. تمام. فاول حاجه بنفك الطاره، وبعديها بنفك باللقمه الكسل. فاول حاجه نعملها ان احنا هنفك الطاره. تمام. كده فكينا الطاره. بعد ما نفك الطاره هنفك الصاموله دي. تمام. ونخرجه خالص. خرجناه خالص، نربط كل حاجة مكانها عشان نحافظ عليها. تمام. بعدها هنفك الصامولة دي. تمام. دلوقتي هنحاول نفكه. هو فكه صعب، فايه، اول مرة بس بيبقى فكه صعب قوي، بعدها بيبقى سهل شوية. هنركب المفتاح في اللومة وبالراحة نحاول نلف. فكناه الحمد لله. فكناه. هننضفها. هننضف كل حاجة تنظيف محترم كده. هو كده الرمان البلي مش عايز يتغير، الرمان البلي كويس كده. شكل السيستيم هو اللي عايز يتغير، لأما كان عايز يتقرط عليه. فإن شاء الله هننضفه ونرجع نركبه ونشوف هيشتغل ولا هيعمل زي الأول صوت. فدلوقتي هننضفه ازاي؟ بننضفه بإننا نحطه في جاز، هننقعه في جاز ونطلع منه كل الشوايب دي وننضفه كويس، وبعديها نغسله بميه بصابون، وبعديها نشحمه بنقطة زيت. ده كل التنظيف اللي احنا هننضفه. ورجعنا لكم بعد ما نضفنا السيستيم زي ما انتم شايفين. نضفته بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها، ان انا نقعته في جاز، وبعدها جبت فرشه وفضلت اعمل ما بين التروس بالفرشه بالجاز كويس عشان اوقع كل الشحم. وبعدها رحت جايب ميه بصابون ورحت حاطط عليها ميه بصابون عشان اشيل الشحم بالجاز بكله. وبعدها في اخر حاجه خالص سبته ينشف وزيدت الحته اللي فوق دي. زيدت الجزء اللي فوق دوت عشان البلي اللي جوه يبقى سلس، وفي نفس الوقت ما يحصلوش اي حاجه. بس والجزء دوت مش يعني بالنسبه لك، لو انت شايف ان هو يستحق يتغير، يعني شايف البلي اللي جوه الترس بايظ او كده، او السنون متاكله، الافضل ليك انك تغيره.
فهتجيب الجديد وتركبه بنفس الطريقه اللي انا هركب بيها دلوقتي. اول حاجه بس، اهم حاجه، ثانيه واحده. اول حاجه ودي حاجه مهمه، ان احنا نجيب حاجه ننضف بيها الجزء ده كويس، عشان اكيد فيه تراب وما تنضفش بقاله كتير. تمام، هننضف الجزء ده كويس. نربط الصامولة مكانها، نلف الجزء التاني. تمام، ربطنا الجزء ده. هنجيب أول حاجة الجزء ده، هو كان ممكن نغسله ونرجع معلش. رجعنا لكم بعد ما نضفناه، نمسحه كويس. بعد ما نضفناه نركبه كده بالشكل ده، وبعديها هنركب السيستم. التركيب بيبقى اسهل بكتير من الفك. هنجيب اللقمه ونركبها كده بالراحه، وبعد كده نجيب المفتاح، نطلع جوز اللقمه، نطلع اللقمه لبره شويه، ونقرب بالراحه خالص. مش شرط ان احنا نقرطه زي ما كان متقرط، نقرب بالراحه خالص. ممكن نجيب دي كده، تمام، ونركبها ونقرب بالراحه. مش لازم زي ما كان متقرط اوي يعني. نجيب الجزء ده كده وندخله ونقرط كويس. تمام كده، انا قرطت عليه كويس جدا كده. السيستم ركب. بعديها هندخل الجزء ده ننضفه برضو الاول. نضفنا الجزء ده نركبه، بعدين نجيب الصامولة نركب الصامولة. نتأكد إن الصامولة ركبت كويس. تمام، ركبنا الصامولة. بعدها نجيب القفل. تمام، هنفك دول كده لوحدهم، وبعد كده ندخل القفل من الناحية التانية. بعدها نركب الجزء ده كده. تمام، ونتجه لآخر مرحلة، وهي تركيب الطارة في العجلة ذات نفسها. وآخر مرحلة معانا وهي نركب الطارة مكانها. هنشد الجسمة لفوق، وبعد كده نركب الطارة، نشد الجسمة لفوق عشان التروس تركب على الجنزير وتريح.
نتأكد إن الطارة متركبة صح في النص، وبعديها نقفل القفل. تمام. الفرامل بس اتحركت من مكانها، نعدلها. تمام. ولو نلاحظ الصوت اختفى خالص.